شاء الله المغرب منتخب أول ثقيل، منتخب شباب ثقيل، مستقبل الكرة المغربية رائع رائع رائع، شيء عظيم رامي. منتخب محلي، منتخب شباب، منتخب أولمبي، منتخب الأولمبي ثالث العالم يعني. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد للإعلام السعودي، وهو يتحدث على تطور الكرة المغربية وتألق أيضا المنتخب المغربي للشباب بعد فوزه على الولايات المتحدة الأمريكية 3-1. فيديو ممتاز، ما نحرقوش لكم، نلتقي بعده لتحليل الفيديو. المغامرة المغربية في كأس العالم للشباب لا زالت مستمرة. المغرب فازت على أمريكا 3-1 وفي دور ربع النهائي، وتأهلت إلى دور نصف النهائي، ويعني شكلهم حيكررون الإنجاز اللي تحقق في مونديال 2005 للشباب. يعني ما شاء الله المغرب منتخب أول ثقيل، منتخب شباب ثقيل، مستقبل الكرة المغربية رائع رائع رائع، شيء عظيم رامي. منتخب محلي، منتخب شباب، منتخب أولمبي، منتخب الأولمبي ثالث العالم يعني. حتى قبل كان ثالث العالم، يعني عندهم وفرة من اللاعبين ما شاء الله في كل المراحل السنية. عملوا تخطيط مهول. المغرب ما هو جزافا. البعض يقول انه منتخب المغرب والله لاعبينهم عشان يلعبوا برا وكذا. طيب عندك انت الجزائر، تونس، بقية المنتخبات كلهم مش نفس الشيء. ايوه، بس هنا في تخطيط، في عمل. الأكاديمية عاملة شغل غير طبيعي، والتناغم بين مدربين الفئات. ترى في 5 سنوات يا أبو بدر محققين إنجازات غير طبيعية على مستوى العالم. اليوم أنشيلوتي مرشح المغرب في كأس العالم القادم، من المرشحين لتحقيق البطولة يقول لك المغرب. فتخيل أنت توصل لهذه المرحلة. تستاهلوا كل خير. فيفا مغرب. روح فاصل ونعود. يعني ترى عملية الاحتراف الخارجي للاعب المحلي في المنتخبات الآسيوية ترى هي اللي صنعت الفارق الكبير ما بين بس ما تكون بطريقة الكشخة. لا 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 صحيح. صحيح. مثلا يعني مسكين يعني أنا شاهدت بدر. نعم. المنتخب سعود عبد الحميد اللي صار فيه يا رجل. لا 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 لا, لا. صراحة المهم ما نبغى عشان ليلة المباراة، وخلينا مع المنتخب، بلاش نفتح ملفات. طيب لا بس نقطة بس مهمة. المنتخب اللي أثنينا عليه، المنتخب المغربي اللي قاعد اللي ايش؟ وقفت عند المنتخب المغربي؟ ها لا ارجع يعني هاني عيد كلامك من الأول، قطع الصوت. يلا تفضل. ايش تقول؟ لا انا تابعت المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم للشباب يا هاني. وضح يا هاني للشباب عشان الجمهور يتابعوني. للشباب الان كأس العالم. ايوه لكأس العالم. وجدت انه فقط من اللعيبه المحليين 6 لعيبه فقط، لعيبه محليين في المنافسات المحليه، واعتقد 3 أو 4 في الجيش الملكي، يعني تحديدا نادي معين فيها. وش الفارق؟ والباقيين لحظة هاني واحدة. الباقيين ايش؟ في متوزعين على جميع المدارس الأوروبية. جميل جدا. اللاعبين المتوزعين ذولي على الأندية الأوروبية جو من وين؟ هنا النقطة. أنا سألت، ما جو من أكاديميات برا. فرق يعني. لابد أنا أتكلم إيش عن منظومة العمل أو صناعة اللاعب السعودي. المنتخب المغربي أو اللعيبة الشباب في المنتخبات الغرب من ناحية اللي هو شمال أفريقيا دائما عندهم شغف في تطوير أنفسهم. ما صار في تونس، ما صار في الجزائر، بس صار في المغرب يا جماعة. صار يعني انت ليش تاخذ الجوانب؟ يعني لازم تشوف انه جانب الايجابي في التجارب. انا اشوف ان المنتخب المغربي اللعيبه يبحثون عن صناعه مستقبلهم. طيب اللاعيبه التوانسه والجزائريين ما سووا نفس الشيء، فبالتالي في هناك سر ما في المغرب، سر اداري ما نختلف عليه. لا مش نختلف عليه، لأنه من يبررون أن اللاعبين ذولي أولاد المغتربين، وأن ذولي عايشين في أوروبا. هذه القصة
أغلب الاتحادات العربية، أغلب الاتحادات الرياضية العربية تروج للقصة هذه لسببين: لتخفيف الضغط المحلي عليهم، لأن كلهم يقولون ليه ما تسوون زي المغرب، وجزء من الناس هذه تحاول تقلل من التجربة المغربية. لا، التجربة المغربية هي نتاج إدارة متميزة للعبة في البلد. تفضل. ما نختلف على الكلام هذا يا ابو بدر. المنتخب المغربي تميز في عمليه صناعه اللاعب المغربي المحلي، وهذا يعني لذلك تشاهد الاتحاد السعودي استقطب ناصر لاقريت وجابه عندنا. لكن حكايه انه اللاعب الصغير، اللاعب السعودي يأمن مستقبله وهو لسه تحت 18 سنه، احس انها عامل يعني ترى عامل، انا اشوفها بالنسبه لي وجهه نظري انه لابد اللاعب يتعب ويطور نفسه عشان يحقق الامان مستقبله واسرته. فهذا جانب مهم، لابد ان اعاده فكره الاحتراف الخارجي للاعب السعودي بمجهوده. كيف تسوق اللاعب السعودي؟ بالعمل، بالصناعه. انه الانديه الاوروبيه تستقطبه. مش لا، ممكن تسوقه بس ما توديه روما وما توديه يعني في دول كثيره وفي درجات اقل ممكن اللاعب يبتدي فيها. إذا كما شفتوا أعزائنا المشاهدين، فيديو للإعلام السعودي هو يتني بتطور الكرة المغربية في جميع الفئات ديالها. والجميل أن الإعلامي السعودي تطرق لواحد المسألة ممتازة، فالأغلبية ديال المسؤولين العرب تيمشيو للمسألة ديال أن تطور الكرة المغربية فقط عن طريق اللاعبين المحترفين في أوروبا، وأن المغرب ما عندوش تكوين محلي أكاديمي. وعطاهم مثال هذا الإعلامي بتونس والجزائر، قال لهم أيضا عندهم محترفين ولكن ما قدروش يوصلوا لما وصل له المغرب في جميع الفئات، وبالتالي فعندهم تكوين أكاديمي وعندهم إدارة ممتازة. وبطبيعة الحال نشكروا هذا الإعلامي السعودي ونقولوا قل أعوذ برب الفلق، نتمنوا لهم التوفيق ولكن ما يضربوناش بالعين، لأننا تنتمنوا صادقين أننا نفوز بكؤوس وليس فقط نصل إلى أدوار متقدمة. اليوم إن شاء الله احنا مع كأس العالم للشباب، مع الوليدات ديال وهبي يفوزوا بكأس العالم، لا نرضى بالنصف أو بالنهائي، نريد كأس العالم إن شاء الله. وأيضا فوز المنتخب المغربي للكبار بكأس إفريقيا، وأيضا بكأس العالم إن شاء الله. المهم فيديو كان شيق أعزائنا المشاهدين، نتمنى صادق دعمونا بلي لايك، اكتبوا لنا واحد الكومنتير، اعطونا الرأي ديالكم في القناة وأيضا في هذا الفيديو. ما تبخلوش علينا بلي لايك فقط لزيادة المشاهدات، ونتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.